مساء النور، توحشتكم بزاف بزاف بزاف، لكن ظروف تتمنعنا باش نكونوا دائما على تواصل. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الوصفة أو الروتين ديالي الأسبوعي، وأقول الأسبوعي لعلاج جفاف اليد، اليدين، العناية باليدين بشكل عام كل أسبوع. طريقتي المعتمدة، لا نبداو الوصفة ديالنا. عندنا ماء دافئ إلى ساخن، يعني ماشي سخون باش يحرقنا، ماء دافئ فقط. عندنا كذلك ملعقة كبيرة من الملح. الملح مهم جدا للتقشير وإزالة كل الخلايا الميتة من الجلد. نضيف كذلك ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات. هاد الخميرة الهدف ديالها هو ترطيب الجلد باش تحيدو لنا دوك الخلايا الميتة. سهلة، إلا جربناها ما غاديش نبقاو نقدروا نتخلاو عليها، لأنها كتعطي واحد الترطيب، واحد التقشير هائل لليدين للسيدات اللي ما عندهمش يعني واحد الوقت بشكل يومي يقوموا بعملية تقشير. هي أسبوعية فقط، يعني يوم واحد في الأسبوع. نضيف كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الحمض. الحمض مهم جدا للتبييض، وهنا أشير إلى أن الوصفة غير صالحة بتاتا للوجه. ونوضعو يدينا في هاد الإناء، نخليهم لمدة 10 دقائق، كل ما كان أكثر كل ما كان جيد. المهم الهدف ديالنا من هاد العملية هو ترطيب اليدين باش يسهل علينا التقشير ديالهم، حيث يمكننا أن نزيل كل الخلايا الميتة الموجودة على سطح جلد اليدين، خاصة بعد واحد الأسبوع ديال يعني غسل المواعين، الأشغال المنزلية الشاقة. وأقول شاقة لأننا فعلا كنقوم بعمليات جد متعبة. يمكن للإشارة نديرو هاد الوصفة حتى للرجلين، يعني نفس العملية نقوم بها وغادي نحصلوا على نتيجة جد رائعة. المرحلة الثانية غادي ناخذ واحد شوية ديال القهوة، ماشي سريعة الذوبان، القهوة اللي تنستعملوها للشرب. غادي نزيدو عليها أي زيت متوفرة عندنا في المنزل، أي زيت متوفرة كيف ما كانت الزيت للتقشير صالحة، يعني ماشي ضروري واحد الزيت بشكل معين. غادي نقومو بالتحريك الجيد باش ينسجموا لنا هاد العناصر، وغادي نزيد عليهم شويه الحامض، شويه تمن يعني معلقه ديال عصير الحامض. للإشارة كذلك يمكن استعمال حتى دقيق الأرز، يعني دقيق الأرز حتى هو رائع جدا لتقشير اليدين. لكن كاين سيدات اللي ما عندهمش يعني هاد الدقيق، ممكن الاستعمال ديال القهوة. كذلك حتى دقيق الحمص، دقيق الحمص حتى هو مهم جدا لهذا التقشير، لعملية التقشير. نحيد واحد شويه ديال داك اللب ديال الحامض طاح ليا تما، ونبدا بعمليه التقشير. هي جد 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 سهله، يعني ما عندناش علاش نعكزو، وما عندناش علاش نقولوا لا ما عندناش الوقت او العمل او الاشغال المنزليه. ضروري 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 نخرجوا واحد الربع ساعه من اليوم ديالنا للاهتمام بالانفس ديالنا، لان الا ما اهتميناش براسنا ما كاينش اللي غادي يهتم بينا. وباش نقدروا نهتموا بولادنا وبديورنا وبالعائله ديالنا، ضروري خصنا نهتموا براسنا. وهذه ابسط الاشياء اللي ممكن نديروها، يعني ما كتحتاج حتى شي حاجه نشريوها من الزنقه. القهوه عندنا، الزيت عندنا، الحامض دائما موجود عندنا، يعني الملح كاين، الماء سخون كاين. فعلاش انا ما غاديش نحاول نعتني باليدين ديالي؟ وخاصه ان المراه
تنقول دائما أن الوجه ديال المرأة وكيفاش أن تتبان الشخصية ديال المرأة من وجهها ويديها. يعني إلا كانوا يديها وجهها مقادين، راه فهاد السيدة تنقولوا بأنها تتهتم براسها. أما فاش يكونوا اليدين شوف حالتها مسكينة، يديها كي دايرين عليها الشقة، عليها راه فعلا كاملين علينا الشقة. كنخرجوا الوقت من الضيق، كنخرجوا الوقت الضيق، وهذه دعوة لكل صديقات هاد القناة باش يخرجوا واحد الوقيت، واحد نصف ساعة أو ربع ساعة كافية باش نديروا هاد العملية ويقولوا لي يعني النتيجة ديال هاد الوصفة اللي داروها في التعليقات. وأنا على أكيد أنها غادي تكون جد سارة، يعني تعليقات جد سارة كيف ما عودتوني. أعتذر كيف كنقول دائما لأني تنتعطل على باش نوضع شي وصفة، لكن ظروفي العملية دائما تعيق، لذلك أعتذر مرة أخرى. من غسلوا يدينا غادي نقوموا بالترطيب ديالها. الكريم خص يكون فيه فيتامين أو، وخص يكون فيه كذلك الجليسيرين. مهم جدا هاد جوج يعني مكونات مهمين جدا للترطيب، مهمين جدا للترطيب، تيعطيو واحد الترطيب هائل. وفي الأخير هذه هي النتيجة. دائما أقول أن العمر ماشي هو مقياس يعني لشيخوخة أو صحة البشرة. سني 55 سنة، دائما أقول برسنا في كل السنين وكل الأعمار. كم من سيدة في عمر الستينات وبشرتها جد جميلة، وسيدة في عمر الثلاثينات وبشرتها جد متعبة. أتمنىكم بأفضل الأحوال، وإلى وصفة جديدة بإذن. نشير هذه صفحتي على الفيسبوك، كذلك صفحتي على الانستغرام فيها كذلك وصفات قصيرة أيضا لكل من يريد الوصفات القصيرة. كذلك اللي عنده شي تساؤل فما ممكنش نجاوب على الجميع في اليوتيوب. ممكن تضعوا لي ميساج في لاباج ديال الفيسبوك أو لاباج ديال الانستغرام في الخاص، وغادي نجاوبكم أكيد وخا نتعطل بعض الأحيان، لكني غادي نجاوبكم أكيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى